السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني على قناة إبداعات ندى. توضيح بس مهم جدا حبيت أقوله لكم بالنسبة للفيديو اللي أنا نزلته، اللي هو تجربتي الشخصية في استخدام معجون الأسنان لإزالة الشعر بدون ألم. أنا قلت إن التجربة دي غير صحيحة ومش مش فعالة. وقلت ان في ناس كتير نزلت وصفات وما نمشيش ورا اي وصفات. انا بحب بس انوه واقول انا والله مش اقصد اي حد من اليوتيوبرز ولا من القنوات ولا من اصحاب القنوات اللي منزلين وصفات خالص. انا ما اقصدش باي حد بعينه، انا بس كنت بوضح ان في وصفات بتنزل كتير على النت غير حقيقيه. انما طبعا لا، انا ولا ازكي على الله احدا، يعني ان كل اليوتيوبرز احسبهم على خير وبيجتهدوا وبيحاولوا ينزلوا فيديوهات هادفه وفيديوهات كويسه ويفيدوا الناس على قد ما يقدروا. انا ما اقدرش اقول حاجه في كده. انا كنت اقصد ان ما نمشيش عمياني ورا اي وصفه، ومثلا في حاجات بتبقى مكلفه نعملها، فزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نجيب حاجات ونكلف نفسنا وتطلع الوصفه مش فعاله. فاي وصفه تاخدوها على سبيل التجربه، ده اللي انا اقصده. وفي نفس الوقت تجربوا في حاجه بسيطه جدا، حتى لو وصفه اكل او اي حاجه تجربوها في وصفه بسيطه او في كميه بسيطه، عشان لا قدر الله لو باظت منكم او ما جابتش نتيجه او عملت حساسيه ما تتاذوش منها.